مرحبا بكم في قناتنا. هل تساءلتم يوما عن سبب التشابه الكبير بين الإنسان والقرد؟ وهل صحيح أن أصل الإنسان كان قردا؟ في هذا الفيديو سنستكشف معا العلاقة التطورية بين الإنسان والقرود، ونتعرف على الأنواع المختلفة للقرود وصفاتها المذهلة. انضموا إلينا في هذه الرحلة المثيرة عبر التاريخ والعلم لنكتشف الحقائق المدهشة. مرحبا بكل المشتركين الجدد في قناتنا، نحن سعداء بانضمامكم إلى عائلتنا المتنامية. تأكدوا من الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. القرد يشبه الإنسان بشكل كبير بسبب وجود علاقة تطورية بينهما. كلاهما ينتميان إلى فصيلة الرئيسيات، وهي مجموعة من الثدييات التي تشمل البشر والقرود العظيمة. هذه الفصيلة تشترك في العديد من الصفات مثل الأدمغة الكبيرة والبنية الجسدية المتشابهة والقدرة على استخدام الأدوات والتفاعل الاجتماعي المتقدم. العلماء يؤكدون أن البشر والقرود العظيمة مثل الشمبانزي والغوريلا يشتركون في سلف مشترك عاش قبل حوالي 5 إلى 7 ملايين سنة. هذا السلف لم يكن قردا حديثا كما نعرفه اليوم، بل كان نوعا بدائيا من الرئيسيات. من هذا السلف المشترك تفرعت السلالات التطورية التي أدت إلى ظهور البشر من جهة والقرود من جهة أخرى. نظرية التطور التي اقترحها تشارلز داروين في القرن ال19 تشرح هذه العملية. التطور هو عملية تدريجية يحدث فيها تغيرات في الكائنات الحية عبر الأجيال بسبب التغيرات الوراثية والبيئية. البشر تطوروا ليصبحوا نوعا فريدا بقدرات عقلية وجسدية متقدمة، بينما تطورت القرود لتتناسب مع بيئاتها المختلفة. من المهم أن نفهم أن القول بأن الإنسان أصله قرد ليس دقيقا. البشر والقرود العظيمة يشتركون في سلف مشترك، لكنهم تطوروا في مسارات مختلفة. هذا يفسر التشابهات الكبيرة بيننا وبين القرود، مثل الذكاء والتفاعلات الاجتماعية والقدرة على استخدام الأدوات. أنواع القرود وصفاتها وميزاتها وعدوانيتها. الشمبانزي. الصفة: يشتهر بالذكاء العالي، القدرة على استخدام الأدوات، وتشكيل مجتمعات معقدة. الميزات: يعتبر الأقرب جينيا للإنسان، ويستخدم في العديد من الدراسات العلمية لفهم التطور البشري. العدوانية: يمكن أن يكون الشمبانزي عدوانيا، خصوصا في النزاعات على الموارد أو السلطة داخل المجموعة. الغوريلا. الصفة: ضخم الجثة، يتميز بقوة عضلية هائلة، يعيش في مجموعات يقودها ذكر مهيمن. الميزة: لديه سلوك اجتماعي متطور، ويعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض. العدوانية: الغوريلا عادة مسالمة، لكنها يمكن أن تكون عدوانية عند الدفاع عن المجموعة أو المنطقة. الأورنجوتان. الصفة: يتميز بذراعيه الطويلتين، يعيش معظم حياته على الأشجار، ذكي جدا وقادر على حل المشكلات. الميزات: لديه قدرة على استخدام الأدوات والتواصل عبر لغة الإشارة. العدوانية: الأورنجوتان أقل عدوانية مقارنة بالشمبانزي والغوريلا. قرود البابون. الصفة: اجتماعية للغاية، تعيش في مجموعات كبيرة، لديها أنياب حادة وتستخدمها للدفاع عن النفس. الميزات: تتكيف مع مجموعة متنوعة من البيئات، من الغابات إلى السهول. العدوانية: البابون معروف بعدوانيته، خاصة عند التهديد أو الدفاع عن المجموعة. شكرا لكم على متابعتنا في هذا الفيديو المثير حول العلاقة بين الإنسان والقرود والتشابهات الرائعة بينهم، بالإضافة إلى أنواع القرود وصفاتها وميزاتها وعدوانيتها. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من المعلومات المقدمة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. ومرحبا بكل المشتركين الجدد في قناتنا، نحن سعداء بانضمامكم إلى عائلتنا المتنامية. تأكدوا من الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد ومثير. حتى نلقاكم في الفيديو القادم، ابقوا على اطلاع واستمروا في استكشاف عجائب العالم من حولنا.